السلام عليكم مواليد برج الجوزاء، ازيكم عاملين ايه؟ وحشني جدا جدا من الفيديو اللي فات. برج الجوزاء النهارده ان شاء الله نعمل القراءه ليك من 1 ل 10 سبتمبر عام 2023. القراءه هتكون مخصصه ل 10 ايام فقط من اول الشهر. تمام. هنتكلم عن ايه؟ هنتكلم عن القراءه العاطفيه، والقراءه العاطفيه هتخص عزاب مرتبطين منفصلين كراش. هنتكلم بقى عن طاقه شريكك، مشاعرك تجاهه ومشاعر تجاهك، شايفك ازاي وايه نواياه وايه خطواته القادمه. كمان نشوف لو في انفصال، في انسحاب بينكم مسافات. هنشوف هل في عوده مره ثانيه اثناء ال 10 ايام الاولى. معلش يا جماعه، 10 ايام الاولى من شهر سبتمبر عام 2023. وهنشوف هل في علاقه ثلاثيه، ولا العلاقه الثلاثيه مؤكده. هنشوف مكمله معانا ولا منسحبه ولا وضعها معايا اثناء القراءه. بس قبل ما نبدا بتمنى منك لايك للفيديو واشتراك للقناه، شير كتير لكل حبايبنا واصدقائنا من مواليد برج الجوزاء. كمان بالنسبه للقراءات الخاصه يتواصلوا على الواتساب الموجود في صندوق الوصف، ترد الادمن تفتكم بكل التفاصيل. بالنسبه للقراءات المجانيه اكتبوا كومنت كتير قد ما تقدروا، بعد ما اللايك والشير والفيديو يجيب اعلى نسبه مشاهده، وده اللي بيحصل معانا على القراءه المجانيه. وان شاء الله تكون او تكوني سعداء على الحظ فوزوا معانا بالقراءه. يلا نسمي بدايه نبدا نوزع كروت. بسم الله. طاقتك يا جوزاء، طاقة شريكك، مشاعرك تجاهه، مشاعره تجاهك، شايفك ازاي، ايه نواياه وايه خطواته القادمة. زي ما قلت لك ما تنساش نعمل لايك للفيديو واشتراك وشير لكل حبايبنا واصدقائنا. وتعالى نسمي بالله ونبدا بطاقتك انت يا برج الجوزاء. برج الجوزاء بالنسبه لطاقتك انت، فانا شايفه ان انت الفتره دي بتشتغل على نفسك بشكل كبير جدا، مهتم جدا بنفسه. يمكن انت مريت بضغوط نفسيه او مشاكل ماديه، والمشاكل الماديه كانت سبب مشاكل كبيره جدا في حياتك العاطفيه بشكل كبير. فانت علشان يا برج الجوزاء ما تقعش في المشاكل دي مره ثانيه. فانت حاليا عايز تحقق نجاح والاستقرار والرغبه في العلاقه، سواء بقى عشان انت وقعت في مشاكل او انت مش عايز تقع في مشاكل في المستقبل. انت يا برج الجوزاء الفتره دي كل اللي بفكر فيه ازاي توصل لاهدافك وطموحاتك بشكل كبير جدا. شايفه ان انت مهتم جدا بمجال عملك، مهتم ان انت تدخل استثمار او مشروع جديد، مهتم ان انت يعني تسافر لعمل في الخارج، او مهتم حتى بدراستك يعني الفتره اللي جايه. فانا شايفه ان انت اصبحت ناضج عاطفيا بشكل كبير. ويمكن بعض برج الجوزاء يعني واخد الموضوع كده عادي، لهو هزار، ويعني بتسعى وبتشتغل، ولكن ما كنتش عامل حساب لبكره بشكل كبير. فشايفه ان الفتره دي في وعي اكتر عند برج الجوزاء. شايفه كمان ان هو حاطط اهداف قدام عينيه وبيسعى لتحقيق النجاح والاستقرار بشكل كبير. برج الجوزاء، انت من النسبة لحياتك العاطفية فانت في علاقة ابدية مع شخص ما. بس يمكن انت يا برج الجوزاء تكون بيتعامل معاه بعند او بطريقة فيها فرض سيطرة. كمان انت يا برج الجوزاء دايما خايف من الشخص ده، دايما قلقان، دايما متوتر او بتشك فيه. فانت مع بدايه شهر سبتمبر عام 2023 هتبتدي ان انت تسيطر على خوفك، على قلقك، على توترك، على شكك ده، وهتتحلى بالصبر والرحمه مع نفسك بشكل كبير جدا، وهتغير نظرتك لحاجات كتيره قوي في حياتك يا برج الجوزاء. كمان يا برج الجوزاء لو انت بتتعامل مع شريكك بطريقه فيها عند او فيها فرض سيطره، فانت هتبتدي تتعامل معاه بهدوء، ويعني تتعامل معاه بطريقه فيها اقناع بدل من فرض السيطره دي. وزي ما قلت لك في البدايه ان الواضح ان انت بتخطط لشيء، بتراجع نفسك، عايز تحقق النجاح، الاستقرار المالي بشكل كبير جدا. برج الجوزاء مريت بفتره صعبه جدا في حياتك، كانت كلها ضغوط نفسيه ومشاكل كبيره. كنت حاسس ان الوضع ده مش مثلا مش هيتحل، ولكن انت يا برج الجوزاء حاليا بتمر بفتره من الهدوء مع بدايه شهر سبتمبر عام 2023. فانت هتحصل على الهدوء ما بعد عاصفه كبيره، وهتكون مليان بالطاقه الهاديه متوازنه ومنفتح على مدوات جروح الماضي بشكل كبير جدا. مهما كانت بقى المشاكل اللي انت عانيت منها، عاطفيه، جسديه، روحيه، عقليه، فانت هتبتدي ترميها من ورا ظهرك وهتم استعداد تحضير المستقبل بشكل كبير جدا. شايفه ان انت هتكون منفتح على بدايات جديده. شايفه كمان ان انت كمان في علاقه رفقاء روح، علاقه سلميد، علاقه توأم شعله. برج الجوزاء حاليا بيعمل التوازن ما بين قلبه وعقله. كمان مش عايز يسمح لنفسه ان هو ينجر ورا صراعات الاخرين خالص. عايز يتكيف مع الموقف بعقل صافي وقلب هادي، وعايز يحافظ التوازن. وهو كمان مش عايز يسمع كلام حد. اللي انا حاسه واللي انا شايفه في مصلحتي هو اللي هعمله.
شايفه كمان ان انت عايز كمان تتعامل مع حباك وشيكك بهدوء ولين وصبر. انت بتحبه جدا جدا ومش هتسمح لحد خالص يقف ما بينك وما بينه اي وقع ما بينك وما بينه باي شكل من الاشكال. ظهور البطاقه هنا يا برج الجوزاء، فانا شايفه ان انت في حاله من الندم والاشتياق والحنين والرغبه واللامبالاه، بتستعيد ذكرياتك مع حباك وشريكك وبتتخيله بشكل كبير. كمان شايفه ان بيجيلك فرص وعروض وبترفضها من اجل الشخص ده، او ربما كمان يكون هو اداك فرص او عرض عليك عروض وانت رفضتها بشكل كبير جدا، وعشان كده انت ندمان ان انت ضيعت الفرص دي من ايديك. بس انت حاليا في طاقه انتظار ومستني ان انت تواصل مع حباك وشريكك، مستني منه اخبار. انت حاسس ان العلاقه يعني بتنهار، او الرابط ما بينك وما بين الشخص ده خيط رفيع، ولكن انت حاسس ان في شيء مش صح. في حد وقع ما بينك وما بينه باي شكل من الاشكال. يعني في حد عايز، بصوا، الخراب ما بينكم، عايز الدنيا تخرب على قد ما يقدر. عارف اللي هو الناس في ناس ما بترتاحش غير لما الدنيا بتولع ما بين اي حد. في حاجه مش صح يعني. انت حاسس ان في ظلم بيقع عليك، وانت عايز تحقق الانصاف والمساواه، عايز ترفع الظلم ده باي طريقه يا برج الجوزاء. ده بالنسبه لطاقتك انت. خلينا نشوف طاقه شريكك. بالنسبه لطاقه شريكك يا برج الجوزاء، فهو يا برج الجوزاء مش مبسوط خالص وخايف وقلقان ومتوتر، وهو في عزله حاليا، بيحاول يهدى، بيحاول يستشفى، بيحاول يتخلص من الضغط النفسي اللي هو بيمر بيه. هو شايف ان المشكله اللي ما بينك وما بينه، او الوضع اللي هو فيه، اصعب حاجه وصعب الخروج منها بشكل كبير جدا. فالشخص ده بيلجأ لحد يقف جنبه، يسانده، يدعمه، يشجعه يخرج من الوضع اللي هو فيه ده. بالفعل في حد هيقف جنبه، هيساعده، هيدعمه لحد ما يخرج من الوضع ده. هيبتدي ان هو يخطط للمستقبل، هيبتدي ان هو يراجع نفسه، هيحدد اهدافه، وكمان هيبتدي يسعى لتحقيق النجاح والاستقرار والرغبه في العلاقه. كمان خليني اقول لك ان الشخص ده دايما بيعتمد على المثابره والصبر في تحقيق اهدافه وطموحاته، ولكن الشخص ده شخص مخلص، شخص طيب، شخص يعتمد عليه اسلوب حياته اسلوب صحي جدا. بظهور البطاقه هنا يا برج الجوزاء، فحباك وشريكك عايز يجيلك متسرع متقدم في حركته، مندفع تجاهك، حاسس بشغف، باثاره، رومانسيه، جاذبيه، رغبه، عايز يجيلك منجرف من قدميه برج الجوزاء. طيب خلينا نشوف مشاعرك انت تجاه برج الجوزاء. برج الجوزاء، انا شايفه ان كان في طرف ثالث هو سبب انهيار العلاقه، او هو كان بيقويك وبيأسيك على حباك وشريكك، او كان بيوقع ما بينك وما بينه بشكل كبير. كان سبب في مشاكل كتيره ما بينك وما بينه. فانت يا برج الجوزاء تعبت من الوضع اللي انت فيه والمشاكل كتيره، فانت قررت الرحيل، قررت الهروب، قررت الفرار بشكل كبير، بحثا عن الهدوء والاستقرار. انت بالفعل لقيت الهدوء، ولكن ما لقيتش الاستقرار خالص يا برج الجوزاء. فانت عايز تعود مره تانية لحباك وشريكك، وعايز تصلح الوضع ما بينك وما بينه، وعايز تحقق الاستقرار وانت اوريدي هتكتشف الطرف الثالث، فهتقيده وتبعد عنه تماما، او هتبعده عن حياتك بشكل كبير جدا. برج الجوزاء، بظهور البطاقه هنا في العلاقه ما بينك وبين حباك وشريكك، هي علاقه ابديه، علاقه ما لا نهايه لها يا برج الجوزاء. وشايفه ان انت بتعمل التوازن ما بين قلبك وعقلك، و... وشايفه ان انت ما بين صعود وهبوط ماديا، ولكن انت بتاخد قرار كبير جدا وقرار مهم جدا بخصوص حياتك العاطفيه وحياتك العمليه والماليه. بظهور البطاقه هنا يا برج الجوزاء، فانت حاليا بتفكر وبتخطط ازاي تحقق النجاح والاستقرار في العلاقه. انت عايز تتواصل مع حباك وشريكك بشكل منطقي، بشكل عملي، عايز توصل معاه لحل. انت يا برج الجوزاء، الرومانسيه ماهيش نقطه قوتك، ولكن بتحاول تثبت لحبيبك وشريكك حبك او احساسك ومشاعرك عن طريق الافعال وليس الاقوال. مش معنى بقول ان برج الجوزاء مش رومانسيه نقطه قوته ان هو ما بيعرفش يحب، لا، ده بيحب وبيحب جدا كمان، ولكن مش من الناس اللي بتتكلم كتير كلمات حب مثلا، بيبان على افعالها. طيب خلينا نشوف مشاعره هو تجاهك يا برج الجوزاء. بالنسبه لمشاعره تجاهك، هو حاسس ان انت جيت عليه، ظلمته، طعنته في ظهره، غدرت بيه، اتعاملت معاه بطريقه سيئه، وانت كمان كنت سبب فشل وخراب وانهيار العلاقه. ربما كمان يكون في طرف ثالث هو اللي موصل لحباك وشيكك ان انت خنته او غدرت بيه او لعبت بيه لعبه مش كويسه. عامه انا شايف ان حباك وشيكك في وضع مش احسن حاجه، هو مصطدم في الحيط، في طريق مسدود، والعلاقات ما بينك وما بينه اتقطعت خالص. بظهور البطاقه هنا يا برج الجوزاء، فحبيبك بيحبك وبيعشقك وبيعشق التراب اللي انت بتمشي عليه. في بينك وبين الشخص ده جذب، اثاره، رومانسيه، رغبه،
اشتياق، حنين. الشخص ده بيمر بازمه ومعضله كبيره جدا في بعدك. الشخص ده بيصلي ويدعي ربنا كتير جدا ان انت ترجع لحياته مره تانية. برج الجوزاء. برج الجوزاء، خليني اقول لك ان احبك وشريكك في طاقه انتظار، مستنيه، عايز يصلح العلاقه، عايز الامور تتطور ما بينك وما بينها، عايز اقدم لك كاس الحب، عايز اقترح عليك اقتراح رومانسي، عايز يعرض عليك عرض خطوبه، عرض زواج، عرض صلح. خلينا نشوف هو شايفك ازاي برج الجوزاء. اكتشفت الطرف الثالث، وشايف ان انت اكتشفت الطرف الثالث عايز يعمل علاقتكم وبيبذل مجهود كبير عشان تحقق النجاح والاستقرار في العلاقه. كمان هو شايف ان انت مهتم بمجال عملك وبتحقق نجاح كبير جدا في مجال عملك. شايفه ان انت بيحصل عندك تحول روحي وبتتخلى عن النهايات وعايز تبني معاه بدايه جديده، بدايه تكون موفقه. هو شايف كمان ان انت حصلت على النضج العاطفي بشكل كبير جدا يا برج الجوزاء. شايف ان انت متمسك بيه ومتمسك بقوه ارادتك، عندك رغبه في التواصل معاه. هو شايف ان انت شخص غامض ولكن شخص طيب جدا، شخص بتعمل اعمال الخير، شخص مخلص، شخص يعتمد عليه، واسلوب حياتك اسلوب صحي جدا. هو شايف كمان ان انت بتتواصل معاه اتصال روحي يا برج الجوزاء. طيب خلينا نشوف ايه نوعيه اتجاهك يا برج الجوزاء. بالنسبه لنوعيه اتجاهك، انا شايفه ان حبيبك وشريكك حاليا حزين جدا جدا، حاسس ان هو بيمر بازمه معضله كبيره، لكن عايش في دوامه صعب الخروج منها. في طرف ثالث هو سبب انهيار الوضع ما بينك وما بينه. فشايفه ان حبيبك وشريكك حزين وبيتألم والدنيا بتسود في وشه. في سوء تفاهم خطير وكبير جدا ما بينك وما بينه. كمان الشخص ده بيشعر بخيبه الامل بشكل كبير ومصدوم صدمه كبيره قوي بسبب الهجر، بسبب التخلي. فشايفه ان الشخص ده حاسس ان انت بتظلمه بشكل كبير جدا يا برج الجوزاء، او ان انت فهمته غلط. فهو منتظر العدل، العداله الالهيه، منتظر الكارما تتحقق بشكل كبير، منتظر الحقيقه، الصدق يظهر. الشخص ده بيحبك وبيتمناك ولكن بيعيش الوهم والخيال والتمني اكتر ما بيعيش الواقع. ويعني بتجيله فرص وعروض ولكن هو بيرفض كل الفرص دي من اجلك انت. كمان هو مش شايف غيرك قدامه، يعني هو شايف ان انت اكتر شخص هو ممكن يكمل حياته معاه، او بيشوف فيك كل المواصفات اللي ولكن بيتمناها تكون في شريك حياته، ولكن قاعد مستني الامور تتطور، قاعد مستني الامور تتصلح بدون اي سعي. طب خلينا نشوف ايه خطوات القادمه تجاهك يا برج الجوزاء. مبدئيا كده هو عايز يلومك، عايز يعاقبك، او يعني عايز يعني يلومك عاجبك لانك بتتهم قسوه شديده، بتتهم ان هو يعني مش مهتم بيك. عامة هو بيمر بفترة فيها صحوة، فيها تجديد، عايز يحسن موقفه، عايز يتخذ إجراء تجاه العلاقة بشكل كبير. كمان شايفة إن الشخص ده حصل على كرامته بشكل كبير، والكرمة كانت سبب ذاتي اللي بالشفاء عشان يتمكن المدير قدما في اتجاه إيجابي. كمان هو بياخد كبير قرار مهم جدا بخصوص العلاقة، وبيستخدم الدروس الكرمية اللي حصلته في السابق في اتخاذ قرار صحيح. كمان اللي كانوا متزوجين وحصل ما بينهم انفصال، ففي مشاكل قضائيه وهيتم حلها بشكل عادي. برج الجوزاء، خلي بالك ان في طرف ثالث بيحاول على قد ما يقدر يكره حباك وشيكك فيه، بيوقع ما بينك وما بينه بشكل كبير جدا، بيحفر لكم حفر، بيوقعكم في مكائد كبيره، وهو مش عايز حباك وشيكك يرجع لك من الاساس. ف هو بيخليه ما يثقش فيك، يتعامل معاك بقله ضمير. يمكن كمان هو اللي مخليه يشك فيك ويحس ان انت خنته او غدرت بيه او لعبت بيه لعبه مش كويسه. بس اطمن يا برج الجوزاء، مع بدايه شهر سبتمبر عام 2023 حبيبك وشريكك هيصبح عنده وعي، عنده بصيره، هيكتشف الحقيقه، هيكتشف الطرف الثالث، وباكتشافه للطرف الثالث او اكتشافه الحقيقه هيبتدي ان هو يتخذ اجراءات تجاه علاقتكم، هيختار جميع الحواجز اللي واقفه ما بينك وما بينه، وهيبتدي معاك بدايه جديده، بدايه موفقه. فانا شايفه ان في صلح، في بدايات جديده، في خطوبه، في زواج، في حب. العلاقه ما بينك وما بينه علاقه رفقاء روح، علاقه سولميد، وان شاء الله ربنا يكتب لك الخير والسعاده يا برج الجوزاء بشكل كبير جدا. طب خليني اقول لك نصيحتي من خلال نظريه الكروت. عايزه اقول لك ان البطاقه هنا بتعني ان في تغييرات مهمه واساسيه بتحصل في حياتك قادمه ليك باذن الله، وربما كمان تكون قدامك فرصه سفر او بدايات جديده. البطاقه هنا كمان بتعني الانتقال من مرحله لمرحله تانية، واحيانا يا برج الجوزاء بتكون شويه
مرض بس ان ظهر معايا في القراءه ان شاء الله باذن الله هو انتقال من مرحله لمرحله تانية. يعني ان شاء الله باذن الله ربما تكون انت مريض، فان شاء الله ربنا هيشفيك ان شاء الله يا برج الجوزاء. ربما يكون عندك مشاكل ماديه فالامور هتتحسن بشكل كبير جدا. ربما كمان يكون مشاكل عاطفيه والانفصال، فهيكون في صلح وفي استقرار بشكل كبير جدا في حياتك يا برج الجوزاء. برج الجوزاء بكده نكون خلصنا القراءه بتاعتنا. اتمنى القراءه تكون مطابقه عليكم، بتمنى منك لايك للفيديو، اشتراك للقناه، شير كتير لكل حبايبك واصدقائك، واشوفكم في فيديو على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.